السؤال الحقيقي هنا مش ليه أنا مضغوط، السؤال ليه بقيت أقبل إني أعيش مضغوط طول الوقت؟ أنا هاقول لكم شخصيًا على حاجات أنا بقيت باعملها باحاول إن أنا أخرج من الدايرة دي اللي كلنا تقريبًا بقينا عايشين فيها. أول حاجة طبعًا هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإنك تقوي صلتك وعلاقتك بربنا، لأن ده هو أقوى سلاح بتقدر تواجه بيه كل مشاكل الحياة. تاني حاجة إنه لو في أي شخص أو أي حاجة بتعكر صفوك باستمرار وبتأثر على سلامك النفسي، شيلها من حياتك. أنا لما عملت كده بصراحة بقيت مستريح جدا، لأنه أكتر ناس بتتعب هي الناس اللي بتطبطب، هي الناس اللي بتتسامح، هي الناس الطيبة. دول أكتر ناس للأسف هم اللي بيحصل لهم مشاكل، وللأسف دول أكتر ناس اللي جسمهم كمان بيتأثر أو ممكن يتأثر بالأمراض. فأنت مش محتاج إنك تيجي على نفسك علشان خاطر حد إلا لو كان الشخص ده يستحق. طبعا في اعتبارات كتير زي اعتبارات الرحم واعتبارات بر الوالدين، احنا مش بنتكلم على النوع ده من العلاقات، انا بتكلم اكتر على العلاقات، يعني علاقات الزمالة، علاقات الصداقة، علاقات في الشغل. اي علاقة لو كانت صداقة او اي حاجة بتسبب لك توتر نفسي يبقى تقفل الباب ده وتريح نفسك. تالت حاجة، يمكن دي حاجة برضو الناس ما بتاخدش بالها كتير، هو موضوع النوم. النوم قليل الجودة من الحاجات اللي بتأثر على الجهاز العصبي، من الحاجات اللي بتزود هرمون الكورتيزول، من الحاجات اللي ليها تأثير سلبي جدا 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 على صحتك النفسية. فتظبيط النوم عالي الجودة من 7 ل 8 ساعات، من الساعة 9 10 بالليل للساعة 5 6 الصبح، تحاول تخلي على الأقل 6 ساعات من ال 8 ساعات في الوقت ده، مهم جدا.